مساء الخير على الناس الحلوة. النهاردة هنعمل مع بعض البسبوسة الصيامي، يعني نباتية من غير زبادي من غير سمنة. هنعملها بالزيت، وعلى فكرة بالزيت بتطلع طعمها أحلى كمان. هنعملها زي محلات الحلواني بل وأحسن. هتطلع معاكم مرملة خفيفة مش تقيلة خالص على المعدة، وكمان سكرها جميل. لو أول مرة بقى بتشوفوني، أنا اسمي مرت ودي قناتي شيف صغير. أتمنى ما تنسوش تضغطوا على كلمة اشتراك أو سبسكرايب اللي موجودة باللون الأحمر تحت الفيديو، وخلوا علامة الجرس اللي جنبها على الكل علشان توصل لكم كل فيديوهاتي اللي جاية، وكمان لايك للفيديو علشان يوصل لأكبر عدد من الناس. وأخيرا ان انتوا تتابعوا الفيديو للآخر علشان هقول نقط مهمة خلال الفيديو، فلازم تتابعوها عشان الوصفة تبقى ناجحة معاكم. اول حاجه هعملها ان انا الصينيه اللي انا هستعملها لازم ادهنها زيت او سمنه زي ما تحبوا، بس ادهنها كويس الاول. يعني هحضر حاجتي الاول علشان مجرد ما اخلص البسبوسه هحطها في الصينيه على طول، مش عايزاها تستنى ابدا بره في الهواء. تاني حاجة هحضرها معاكم برضو قبل ما نبدأ الوصفة علشان هحتاجها، هي حليب جوز الهند. بص، هو بيفرق جدا في الطعم. هقول لكم ممكن تستغنوا عنه وتعملوه في ايه تاني، بس هو انا بيفرق معايا جدا في الطعم. انا جبت نص كوباية من جوز الهند الناعم المبشور، وضفت عليه اكتر من نص كوباية من المية المغلية جدا، وغطيته بطبق كده لمدة 10 دقايق. وبعد كده الخليط ده هضربه يا اما في الكبة او في الخلاط، هضربه كويس قوي لحد ما ينعم كده، يبقى عامل شبه الكريمي كده، قوام بتاعه كريمي. انا هستعمله في الوصفة هنا، يعني هعمل ميكس ما بينه وما بين عصير البرتقال علشان هيدي طعم كده متوازن وجميل. لكن تقدروا تستغنوا عنه، هقول لكم تبدلوه بايه. بس انا حبيت احضره في اول الفيديو علشان خاطر اللي عايز يعمله بحليب جوز الهند او اللي عايز يعمل حليب جوز الهند عموما هيعمل نفس الطريقة دي. لو حابين تعملوا كمية اكبر، يبقى اي كمية عندكم، مثلا لو ربع كيلو يبقى هتزودوا عليها مية اكتر من الربع كيلو، مية مغلية تعدي الجوز الهند، وتسيبوه تغطوه كويس لمدة 10 دقايق ربع ساعة. وبعد كده تضربوه في الخلاط، وبعد كده بمصفى زي دي ونبتدي ان احنا نصفيه كويس قوي، هيطلع معانا حليب جوز الهند. نيجي بقى للمقادير السائلة بتاعتنا. اول حاجة انا معايا دي المكونات بتاعتي اللي انا السائلة، تمام. هحتاج لربع كوباية بس من العسل الابيض او الشربات التقيل او عسل الجلوكوز. انا اديتكم 3 اختيارات، يبقى يا اما عسل ابيض يا اما شربات تقيل. نحضر شربات تقيل وناخد منه ربع كوباية. ومعايا كوباية من السكر، ومعايا كمان ربع كوبايه من حليب جوز الهند اللي احنا عملناه، ونص كوبايه من عصير البرتقال. يعني انا مختاره في السوائل كوبايه الا ربع عباره عن عصير برتقال وجوز هند. تقدروا بدل جوز الهند تخلوها برتقال برضو، يعني تقدروا تعملوا الوصفه كلها بعصير البرتقال او عصير التفاح او الميه، او يبقى الوصفه كلها بحليب جوز الهند. انا حبيت اعمل ميكس ما بين عصير البرتقال وحليب جوز الهند. ضربت كل الحاجات دي في الخلاط، السكر والعسل والبرتقال وجوز الهند. نيجي بقى للسميد بتاعنا. معانا نص كيلو من السميد بتاع البسبوسه اللي هو بيتباع سايب فرط عند العطار او الحلواني، مش البواكي الجاهزه. انا مش عايزه البواكي الجاهزه، وده سعره يعني رخيص جدا جدا جدا. فهستعمل نص كيلو بس، ونقول له واحنا بنشتري انا يعني عايزين السميد بتاع البسبوسه علشان هو بيكون يعني خشن شويه مش ناعم قوي. هضيف عليه كوبايه الا ربع من الزيت النباتي، وطبعا مش محتاجه اقول نستعمل زيت نوع حلو لان احنا هنا مش هنستعمل سمنه. بالنسبه للتقليب انا بقلب بالراحه. تعمدت في الفيديو ده ان انا ما اسرعش الخطوات، وعشان تعرفوا انا قلبت كام دقيقه بالظبط. بقلب بشويش، مش بقعد اقلب بسرعه عشان ما ينفعش ان انا اقعد اقلب كتير في السميد يعني. وبعدين السميد بيشرب السوائل بسرعه جدا، فانا بقلب علشان اتاكد ان الزيت اتغلف بكل حبايه. انا بس هشيل المعلقه كمان دلوقتي وهفرك بايدي، بس برضو يعني هفرك يعني حركات خفيفه جدا، مش اكني بعجن، انا مش عايزه اعجن يعني كده الوصفه تبوظ معايا، مجرد بس كده ببسه يعني. وزي ما لاحظتوا ان كمية المادة الدهنية نفس كمية السوائل، يعني انا استعملت كوباية الا ربع من الزيت، واستعملت قصادها كوباية الا ربع من السوائل اللي هي ميكس البرتقان مع عصير ميكس البرتقان مع حليب جوز الهند. دلوقتي بعد ما بسيت كويس اتاكدت ان السميد اتغلف بالزيت قوي، فضفت بقى الحاجات السائلة اللي انا كنت ضربتها كلها مع بعض.
بالنسبة برضو للشربات التقيل، لو حد مش عارف طريقته انا هسيبها في صندوق الوصف تحت الفيديو. نعمل الحبة على قد الوصفة دي لو مش متوفر عندكم العسل الابيض او عسل الجلوكوز. هقلب، وبرضو مش هقلب كتير، انا هقلب حاجة خفيفة ومش هحط ايدي المرة دي، انا بس هقلب بالمعلقة. الخليط بتاع البسبوسة بيكون كده يعني سايب شوية، مش ماسك في نفسه. وفي الوقت ده ولعت الفرن على درجة حرارة عالية، البسبوسة بتستوي في درجة حرارة 200. ولو مش عندكم الفرن مترقم زي حالاتي كده فانا بخليه اعلى من درجة حرارة الكيك. ففي الوقت اللي انتوا بتقلبوا فيه هتولعوا الفرن. وطبعا الصينية بتاعتنا جاهزة. انا مش هريح الخليط بتاع البسبوسة ده، مجرد ما هحطه في الصينية هدخله الفرن على طول. تقدروا تستعملوا صينية 26 أو 28. أنا الصينية بتاعتي دي تقريبا أكبر من 28، علشان كده البسبوسة طالعة بسمك رفيع زي ما شفتوا في أول الفيديو، علشان أنا مش بحبها تكون سمكها تخين بصراحة. فتقدروا تستعملوا 26 أو 28. مش هنحط ايدينا في الصينية، هو الخليط أصلا سايب، فمجرد ما بنحرك الصينية يمين وشمال ونقعد نخبط فيها كده على الرخامة هو هيتوزع بطريقة حلوة ومتساوية. هدخله الفرن على درجة حرارة 200 وأراقبها. أول ما الاقي الأطراف بس كده ابتدت تحمر، يعني استوت من تحت والأطراف احمرت، هطفي النار من تحت وأولع الشواية من فوق على درجة حرارة يعني متوسطة أو أقل شوية، لحد ما ياخد الوش كله لون واحد. تقدروا تدخلوها كده الفرن، تقدروا تحط عليها المكسرات اللي انتوا تحبوها. أنا بالنسبة لي حطيت سوداني، فتختاروا أي نوع انتوا تحبوه من المكسرات وتحطوه عليها. وزي ما قلت لكم مش هنريحها في التلاجة ولا حاجة، هندخلها على طول الفرن. هي تاخد في الفرن تقريبا نص ساعة، ممكن اول ربع ساعة اللي من تحت والجوانب يستوي، وبعد كده اطفي واولع الشواية من فوق لحد ما تاخد كلها لون واحد. ولو انتوا الفرن بتاعكم مثلا مش بيوزع الحرارة كويس فممكن تشغلوا المروحة مع الشواية، او تقعدوا تحركوا الصينية كل كام دقيقة بحيث تاخد لون من كل الاتجاهات. في الوقت ده بقى هنحضر الشربات، والشربات بتاع البسبوسة بيكون دافي مش بارد، يعني يكون دافي بيدي نتيجة افضل. انا هحتاج ليه كوباية ونص من السكر، وهحتاج لكوبايتين الا ربع من المية. الشربات بتاع البسبوسة بيكون خفيف قوي، عبارة عن مية بسكر. هقلب على البارد عشان ما تفتكروش ان انا مولعه النار، هقلب على البارد الاول، ومجرد ما اولع النار مش هحط المعلقه نهائي ابدا في الشربات علشان ما يسكرش. اول ما يغلي هعصر نص ليمونه وهسيبه بعد الغليان كمان 5 ل7 دقايق بس، وهطفي النار، لان زي ما قلت لكم الشربات بيكون خفيف خالص اكنه ميه بسكر. البسبوسه بتاعتي استوت واخدت كلها لون واحد وهي طالعه مولعه من الفرن. هحط عليها الشربات الدافي، يعني احنا نعمل الشربات وقت ما ندخل البسبوسه في الفرن، اول ما نقفل باب الفرن نعمل الشربات على طول. الشربات كان على درجة حرارة عالية. وكمان انتوا لما بتحطوا الشربات هتلاقوا البسبوسة ابتدت تشربه. نستنى كام دقيقة ونكمل، يعني منحطوش كله مرة واحدة، لا نستنى شوية لحد ما تبتدي تشرب حبة بحبة. واول ما نخلص نغطي البسبوسة على طول كده لمدة 10 دقايق ولا حاجة، واستنوا ما تاكلوهاش على طول، لازم نحطها في التلاجة على الاقل ساعتين 3. انا بالنسبة لي عملتها بالليل وكلناها تاني يوم الصبح، يعني بيتها في التلاجة علشان تكون متماسكة وانتوا يعني بتقطعوها، لانها بتكون مرملة وجميلة وطرية جدا. فالاحسن ان انتوا تصبروا عليها لتاني يوم او كام ساعة تجمد في التلاجة. ده شكلها بعد ما قطعتها مرملة وطعمها جميل جدا جدا، سكرها حلو قوي. بجد جربوها وانتوا هتحكموا بنفسكم، واشوف تطبيقاتكم على الجروب عندي. اشوفكم في وصفة جديدة، وباي باي.